السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهارده إن شاء الله حاجة اسمها عوامل الوقوع في الخطأ. عوامل الوقوع في الخطأ، إحنا بنغلط ليه؟ طبعا يعني هقوله كده سريعا وبعد كده إن شاء الله ندخل على الأسئلة بتاعته. عندنا حبايبي طبعا عوامل الوقوع في الخطأ اتفقنا إن هم إيه؟ في نوعين. تمام؟ طبعا الحاجة اللي بتخلينا نغلط، طبعا انتوا عارفين إن كل إنسان بيغلط. كل إنسان بيغلط. بس هناك فرق بين إنسان بيغلط وبيتمادى في الغلط، وإنسان تاني بيغلط وبيتوب. لأن طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ قال لنا إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا بنغلط، بس اللي بيغلط ويبقى كويس مين؟ اللي هو يغلط ويتوب. لكن بقى الإنسان التاني اللي هو عنده يعني نوع من التبجح، يعني يغلط يقول لك أنا غلطت، أنا مش ما يهمنيش هعمل كده تاني. خلاص يبقى نغلط وايه ونحاول احنا نصلح اخطائنا اول باول. تمام؟ طيب عندنا مثلا في حاجات بتؤدي ايه الى الخطا، زي ايه؟ في مثلا عوامل ذاتيه وعوامل موضوعيه. عوامل ذاتيه وعوامل ايه موضوعيه. الذاتيه اللي هي الشخصيه يعني، والموضوعيه اللي هي الخاصه بالمجتمع كله. الذاتيه عندنا حاجه اسمها تغليب العاطفه على العقل، وعندنا القابليه للاستهواء، وعندنا التسرع في الحكم، وعندنا التعصب والتطرف. وبالنسبة للعوامل الموضوعية عندنا طبعا عدم الدقة في استخدام اللغة، تمام، ونقص المعلومات، تمام، وعندنا حاجة اسمها السلطة والهيمنة، وفي حاجة اسمها صعوبة المشكلة. يبقى كان عندنا كم نقطة؟ 8، 4 ذاتية و4 موضوعية. إن شاء الله هنقسم كل نوع منهم في فيديو عشان ما يبقاش الفيديو طول عليكم. طيب بالنسبة للأربعة اللي هم الذاتية، عندنا أول حاجة اسمها إيه؟ تغليب العاطفة على العقل. طبعا زي ما انتم عارفين الإنسان العاطفي دايما بياخد قرارات عاطفية، ما بيفكرش فيها أوي بالمنطق. تمام؟ يعني مثلا أي حاجة في حياتك لازم تختارها بالعقل، مش إيه؟ مش بالعاطفة. تمام؟ سي مثلا راح تجيب عربية، هل مثلا بتشوف العربية تقول الله دي شكلها جميل أنا هجيبها عشان شكلها جميل بس؟ يبقى أنت كده اخترت عاطفة. لكن المنطقي بقى او العقل ايه؟ ان انا افكر صح، اشوف الموتور بتاعها نظام العربيه حالتها كويسه ولا لا، امكانيات العربيه ايه، الكلام ده كله. تمام؟ برضه ربنا يكرمك وخلاص جامعه وتمام وعايز بقى تتجوز، هتختار عروسه بالعاطفه بالعقل ولا بالعاطفه فقط، ولا بالعقل برضه؟ بالعقل مع العاطفه. خلاص؟ ليه؟ معظم الناس اللي بيختاروا بالعاطفه بيندموا بعد كده، اللي هي العاطفه فقط. تمام؟ عشان كده يا جماعه احنا الشعب المصري، عشان احنا شعب طيب شويه، نعتبر من اكثر شعوب العالم ايه؟ اخطاء، للاسف الشديد، لان احنا شعب عاطفي، فبتلاقي معظم قراراتنا بالعاطفه فقط. تمام؟ يبقى العاطفه مالها؟ تتضمن الحب او الكراهيه، فاذا تغلبت العاطفه على العقل، فالانسان يبدا يحكم على الحاجه بقى ايه؟ من وجهه نظره، ده تبريرات بقى. دي حلو، يعني لما مثلا حاجه دي ما تنفعش منطقيا، لا دي حلوه جميله انا بحبها. خلاص؟ طبعا عشان امشي ورا كلمه بحبها فقط غلط، لازم احكم على حاجه ايه؟ منطقيا وعقليا. يبقى هنا لازم يكون العقل هو اللي بيقود وليست العاطفه. زي مثلا يقول لك مثال الام احنا تتغاضى عن اخطاء ابنائها بدافع الحب لهم. يبقى الام مثلا شايفه العيال غلطانين، بس هي عشان شافت مثلا ابنها عمل غلطه كبيره قوي، فما رضتش تقول لبابا عشان ايه؟ مثلا ياخد معاه موقف او يعاقبه او يتصرف معاه، خافت عليه فسكتت. هنا يعني الابن اللي هو عمل المشكله ده هيزود فيها وهيزيد، وهتلاقي المشكله بدل ما هي صغيره هتبقى مشكله كبيره، وهكذا. ايه تاني عندنا؟ عندنا حاجه اسمها القابليه للاستهواء. القابليه للاستهواء، طبعا الصوره باينه قوي. تمام؟ هي ان احنا ايه؟ نصدق كلام من غير دليل. تمام؟ يبقى القابلية للاستهواء معناها سرعة تصديق ما يقول الآخرون دون نقد أو تمحيص. هي سرعة تصديق ما يقول الآخرون دون نقد أو تمحيص. يبقى اوعى تصدق كلمة من حد إلا بعد ما تتأكد منها بالأدلة والبراهين. تمام؟ وربنا على فكرة اللي قال لنا كده، ربنا قال لنا إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى ربنا عز وجل
امرنا ان احنا نتاكد الاول قبل ما ناخد قرار. وطبعا الاستهواء ده بيؤدي الى الشائعات والخرافات. ماشي، الشائعات طبعا انتوا عارفين ان احنا ننقل الكلام كتير من غير ادله. مثال الدجالين طبعا يضحكوا على الناس، يقولوا تعالوا نقرا الكف ونقرا لك الفنجان والكلام ده كله حرام شرعا. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا. تمام. وفي رواية أخرى: كذب المنجمون ولو صدفوا، يعني لو جت معاهم بالصدفة صدق. يبقى تصديق كلام فاسد من إنسان فاسد برضه، إن أنا أوعى تصدق كلام غلط من مثلا صاحب من أصحاب السوء، الكلام ده كله. عندنا حاجة اسمها التسرع في الحكم، ان ناخد قرارات سريعة. لازم دايما يا شباب نتأنى قبل ما نصدر القرار، نتأنى يعني واحدة واحدة، فكر كويس. يعني انت مستعجل ليه؟ ما يجيش اقول لك ايه رايك نعمل كذا؟ ماشي على طول، لا. دايما في مثل مصري جميل قوي بيقول لك ايه؟ في العجلة ايه؟ الندامة، صح؟ وفي التأني ايه؟ السلامة. يبقى اللي بيستعجل بيندم، اما اللي بيتأنى يعني بيصبر كده وبيفكر بالراحة بيسلم. اتفقنا؟ ناخد قراراتنا بعد كده يا حبايبي بايه؟ بهدوء. يبقى واحد مثلا انسان خان صديقه فحكم على كل اصدقائه بالخيانة. عشان صاحبك خانك يبقى كل اصحابك خاينين؟ ينفع؟ ينفع شاب مثلا خطب مرة البنت ديت خانته يبقى كل البنات خاينين؟ تمام. يبقى يا جماعه ما ينفعش ان احنا ايه نحكم على شيء بالمنظر ده. ماشي، ابقى ماشي في شارع هانوفيل واتسرق، قلت الهانوفيل كلها حراميه، ينفع؟ يبقى اذا ايه؟ ما نحكمش على حد بسرعه. التعصب والتطرف. طبعا التعصب والتطرف زي ما انتم عارفين، التعصب ده هو الانحياز بشده لفكره واحده دون سواها، ان انا منحاز لحاجه واحده بس ما بشوفش غيرها. يعني مثلا متعصب لنفسي، يعني مش شايف غير انا بس اللي بفهم، انا بس اللي صح. طب اسمع راينا، انا مش هسمع رايكم، انا بس اللي صح. ده اسمه التعصب. طب مثلا متعصب لفلان، يبقى انا مش شايف غير راي فلان هو بس اللي صح. تمام. عشان كده ما ينفعش، لازم نمنع التعصب ده، لان التعصب وحش جدا، زي التعصب الكروي والسياسي والديني والقبلي. كل انواع التعصب مش حلوه. يعني مثلا الماتش ان شاء الله تعالى لو الزمالك يوم الجمعه بعد بكره، تمام، نعمل ايه؟ انا اهلاوي بحب الزمالك، ايه المشكله ان الزمالك يكسب؟ انا زملكاوي بحب الاهلي، ايه المشكله ان الاهلي يكسب؟ تمام. في النهايه الناس تبقى كويسه مع بعض واصحاب وحبايب وعادي خالص. لازم نبقى عندنا رقي في الفكر. ان التعصب ده من سمة الجاهلين والجهلاء. تمام. يبقى التعصب هو الانحياز بشدة لفكرة واحدة دون سواها. اما التطرف هو زي مثلا هو المغالاة والافراط. يعني ايه مغالاة وافراط دي؟ اللي هي مثلا بالكلمة اللي انتوا بتقولها في الزمن ده، يقول لك ايه؟ ده مؤفر شوية. يعني مؤفر يعني مزودة عن الطبيعي. يبقى المتطرف ده مزودها قوي. تمام. اللي هو مش ماسك العصايه من النص، ده هو ماسك العصايه من الطرف. يعني مثلا في الحصه، يا اما لو الحصه جد قوي يبقى اسمه متطرف، لو الحصه هزار قوي يبقى اسمه متطرف برضه. احسن حاجه ايه؟ الوسط. يبقى الحصه فيها جد وفيها حبه كده هزار، يبقى ايه؟ وسطيه. مثلا في تربيه الابناء، لو انت شديد قوي على ابنائك ده تطرف، لو انت سايبهم خالص تطرف. الصح ايه؟ الوسطيه. ان انا ما اجي اربي ابقى وسطي، لا شديد قوي ان انا اخنقهم، تمام، ولا متساهل خالص ان انا اضيعهم بقى. تمام. ده كان بالنسبه للاربع عوامل اللي هم ايه؟ الذاتيه. ناخد عليهم اسئله نطبق. اول سؤال بيقول لك: استمعت إلى أحد الإعلانات بالإذاعة عن صدور جهاز ألعاب إلكترونية جديد، فبادرت بشرائه دون فحص وتحري المعلومات عنه.
يشير ذلك إلى أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير وهو إيه؟ هل التسرع في الحكم؟ هل القابلية للاستهواء؟ هل تغليب العاطفة على العقل؟ هل التعصب والتطرف؟ ركزوا معايا في دي بقى. أولا احنا هنستبعد التعصب والتطرف، ما فيهاش تعصب ولا فيها تطرف ولا حاجة، ولا فيها عاطفة، يعني ما فيهاش مشاعر دي. ما احنا قلنا العاطفة دي بتشمل كل أنواع المشاعر، يعني العاطفة اللي هي الحب، الكراهية، الغيرة، الغضب، الخوف، القلق، كل أنواع المشاعر اسمها ايه؟ عاطفة. تمام؟ لكن هنا هنحتار بين حاجتين: التسرع في الحكم والقابلية للاستهواء. الاثنين قريبين من بعض شوية في الحتة دي. طب لو السؤال ده جاب لك واحدة منهم وما جابش التانية بختارها على طول. يعني لو هنا في تسرع في الحكم بس اختارها، لو في القابلية للاستهواء بس اختارها. طب لو موجودين الاثنين، الأدق عندنا يا حبايبي هي اسمها القابلية للاستهواء. ليه؟ عشان أنا سمعت الكلام بتاع المذيع، ما هو الإعلان ده، ما هو في التلفزيون أنا سمعت كلامه من غير إيه؟ من غير فحص وتحري المعلومات. تمام؟ فدي الأكثر دقة. طب لو مش موجودة القابلية للاستهواء يبقى اختار التسرع في الحكم، عشان كلمة بادرت. تمام؟ السؤال اللي بعديه بيقول لك: أدى الخلاف بينك وبين زميل لك حول التعقيب على أحد الأندية التي تشجعها إلى المقاطعة. يبقى أنت زعلان مع زميلك، خلاص، وحاول التعقيب على أحد الأندية التي تشجعها إلى المقاطعة. يبقى أنت زعلت معاه، أو أنتوا مختلفين عن بعض، مثلا أنت أهلاوي وهو زملكاوي فأنتوا اختلفتوا مع بعض. أدى هذا الخلاف إلى المقاطعة، إن أنا قاطعته، والله ما أنا مكلمك تاني. تمام؟ ده أنت راجل زملكاوي، ده أنت راجل أهلاوي. شغل اللي هو يعني ما ينفعش مع ناس بتفهم الكلام ده، ما ينفعش. ما ينفعش هطلق مراته عشان خاطر هي زملكاوي وهو اهلاوي او العكس. ما ينفعش اخسر صاحبي عشان خاطر هو زملكاوي وانا اهلاوي او العكس، ما ينفعش. يبقى يجسد ذلك احد عوامل الوقوع في الخطا تفكيره هو ايه؟ عندنا برضه التسرع في الحكم، القابلية للاستهواء، تغليب العاطفة على العقل، التعصب والتطرف. ده يعتبر يا حبايبي حلوين تعصب وتطرف. تمام؟ يبقى هنا شخص متعصب، انا اهلاوي متعصب بكره كل الزملكاويه، او زملكاوي متعصب بكره كل الاهلاويه. طبعا ده كلام غلط، ما ينفعش. قررت السفر مع اصدقائك وغضبت عندما علمت ان هناك زميل لك سيلحق بكم بعد يومين، وارجأت الفكره نظرا لخلافاتك الدائمه معه. قررت السفر مع أصدقائك، خلاص هسافر مع أصحابي إن شاء الله نتفسحوا، وغضبت عندما علمت أن هناك زميل لك، إن الزميل سيلحق بكم بعد يومين. تمام؟ في زميل كده أنت زعلان منه، أو في بينك وبينه خلافات، فأنت عرفت إنه هيجيلكوا بعد يومين، فأنت اتضايقت، غضبت، وأرجأت الفكرة. يعني إيه كلمة أرجأت الفكرة؟ يعني أجلت الفكرة. تمام؟ ده يعتبر ايه؟ تسرع ولا قابلية استهواء ولا عاطفة ولا تعصب؟ طبعا هنا عاطفة. ليه؟ لان انت غضبت. تمام؟ انت خدت قرار وانت غضبان، واياكم ان تاخذوا القرار في اثناء الغضب، اوعى يبقى قرار غلط. سنة 4: تعمل والدتك على أو في إحدى دور الحضانة، وعند مرورك عليها وجدت الأطفال يصرخون. ماما بتشتغل في حضانة وأنت معدي عليها، لقيت الأطفال عاملين يصوتوا ويصرخوا والكلام ده كله، ويتشاجرون، ماسكين في خناق بعض، ويحاول المشرفون تهدئتهم، يعني عاملين يسكتوا فيهم والكلام ده كله. فحكمت أن كل الأطفال مشاغبون. يجسد موقفك أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير وهو إيه؟ تعجل في الحكم، قابلية استهواء، تغليب العاطفة، التعصب والتطرف. طبعا أنت هنا إيه؟ شفت الأطفال مشاغبين وشفت المشرفين بيهدوهم، فأنت قلت ده كل الأطفال مشاغبين، يبقى أنت هنا تسرعت في الحكم، يبقى اسمها التعجل في الحكم. ماشي. سنة 5: بص بقى السؤال ده جامد قوي. بيقول لك: لا يمكنك مصافحة قبضة مغلقة
ولا يمكنك أن تحاور عقلية متحجرة. يشير ذلك إلى أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير، وهو إيه؟ هل تسرع، استهواء، عاطفة، تعصب. يقول لك لا يمكنك مصافحة قبضة مغلقة. يعني لو واحد مثلا عامل ايده كده، تمام، مش عارف اسلم عليه، لازم يكون فاتح ايديه، ماشي؟ ما لكمش دعوه بالسلام بتاع كورونا دلوقتي، ده حاجه يعني مؤقته، لكن السلام الطبيعي لازم يكون فاتح ايده. لكن واحد عامل لي كده او كده، هسلم عليه ازاي؟ ولا يمكنك ان تحاور عقليه متحجره. الناس اللي مخها ناشف دي، عارفينها؟ اللي تجيبها له يمين تجيبها له شمال، هو كده. تحاول تقنعه، يقول لك انا هقتله، ماشي؟ طبعا انا بحب اخونا الصعايده، عشان كده بحب اجيب يعني لهجتهم في الشرح شويه. يشير ذلك الى احد عوامل الوقوع في الخطأ التفكير، وهو ايه؟ تسرع ولا استهواء ولا عاطفه ولا تعصب وتطرف. هنا قال لك لا يمكنك مصافحه قبضه مغلقه. الناس اللي هم يعني مش عايزين يسلموا اصلا، هتسلم عليه ازاي؟ وواحد دماغه ناشفه، مش هتحاول تقنعه، خلاص؟ يبقى ده مقصود بايه؟ تعصب والتطرف، زي ما حصل مع سيدنا نوح عليه السلام. قال ايه؟ وكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. طيب سين 6. اخبرك اصدقاؤك بان الالتحاق بالانشطه المدرسيه يضيع الوقت. يعني مثلا اروح التحق بالنشاط الرياضي ولا النشاط الثقافي ولا اي نشاط في المدرسه، يعني انت بتضيع وقتك يعني. ولا يوجد اي منفعه منها. فانت صدقته فقلت ايه؟ فعزفت عن المشاركه به. عزفت يعني انت بقى تراجعت خلاص، ما اناش مشارك. يعبر موقفك عن ايه؟ تسرع، استهواء، عاطفه، تعصب. هنا صحابك لما اخبروك انت رحت عملت كذا، يبقى انت صدقت كلام صحابك من غير ايه؟ من غير ما تفكر في الموضوع. انت صدقت الكلام على طول، ما ينفعش. خلاص؟ يبقى ده اللي هو القابلية للاستهواء. وبكده ان شاء الله نكون خدنا الايه؟ الجزء الاول، تمام؟ واللي هو عوامل الوقوع في الخطأ الذاتية، وهناخده برضو العوامل الموضوعية في فيديو تاني. وجزاكم الله خير.